هو واحد من أقدم صناع المحتوى في السعودية. بدأ مشواره على يوتيوب سنة 2011، يعني له أكثر من 15 سنة في الساحة. شخصيا أعتبره من أفضل اليوتيوبرز رغم ماضيه الحافل بالقضايا والمشاكل وحتى الميمز اللي كثير الناس يستخدمونها ضده إلى اليوم. لكن السؤال الحقيقي هو: هل الاكتئاب اللي يمر فيه اليوم لا علاقة بماضيه؟ وخطاغي خيف الله اللي فينا كفينا ما بغينا حديت لا فيلا ولينا عايش في سبيل الله اللي جات. قبل بداية المقطع أريد إعلامكم أن يضخم التحدي مع قناة دبيست على من يصل أولا إلى 1000 مشترك. لهذا إذا كنت تحب محتواي فاشترك ودعنا نفوز في التحدي، وهيا بنا. في تاريخ اليوتيوب نادر جدا نشوف مسيرة حافلة مثل مسيرة فهد سال. من أيام سكيتشات والكلام المثير للجدل أحيانا، لأنه فعليا كان ممكن يدخل السجن بسبب سكتش المدرسين والكلام اللي قاله فيه. وحتى لما تكلم عن قضية فلسطين أثار الجدل كبير، لكن الشيء اللي يحصل فيه أنه وعى واعتذر وقال إنه وقتها ما كان يعرف والآن صار يدرك تماما. ولكن من كان يتوقع أن فهد سال اللي كان الواجهة الرسمية في اليوتيوب راح تحول لصورة ثابتة في ميمز اسمه ميمز الرحمة، مقاطع قديمة له يتم مقتطعها مع موسيقى غريبة ونريد كثير في الفيديو، وتحول لترند ما زال مستمر إلى الآن. السؤال هنا: هل هذا كله كان بسبب اكتئابه؟ آخر فيديو نزله على قناته الرئيسية كان قبل سنة، جاوب فيه على أسئلة كثيرة ومن بينها رأيه في ترند الرحمة، وجوابه كان ببساطة: المسألة على ضحك وناسة، خذ راحتك اضحك. فهد في هذا الفيديو كان صريح ووضح أنه مر بمرحلة ضياع مثل أي شخص في الحياة، وبدأ يخطط لمستقبله. الملفت أنه حاليا لقى راحته في مجتمع الجيمنج وترك قناته الرئيسية، وبدأ يركز على قناته الخاصة بالألعاب وينزل فيها بشكل مستمر. لما سئل عن هذا التحول كان جوابه كذلك: من اللي جاء منكم صراحة كان رهيب جدا، وأمتع شيء في مجال الألعاب إنه مسالم. تبغى تقول رأي مثير للجدل، هو الرأي في اللعبة. No one gives a shit. فحبيت مجتمع الألعاب مجتمع مسالم، ما يبغى مشاكل. وبكذا نقدر نقول إن فهد سال حاليا يعيش في مرحلة إعادة ترتيب نفسه، مو مثالي ولا يدعي الكمال، لكنه واعي وصل أكثر نضج، ويمكن هذا الشيء اللي خلاني شخصيا أحترمه. رابط الفيديو كامل تلاقونه في الوصف، شوفوه إذا حابين تعرفوا أكثر عن المواضيع اللي جاوب عليها.